الإمام السجاد عليه السلام يوم عاشوراء كان مريض وما قدر يقاتل وخلصها نايم بالخيمة ويتفرج للمعركة. شنو؟ منو قال لك هذا الحكي؟ لا حبيبي، القصة مو هيجي. راح تسمع معلومة يمكن لأول مرة راح تسمعها. اكو رواية للسيد محمد رضا جلالي تكشف الحقائق والخفايا التاريخية عن عاشوراء والإمام علي بن الحسين عليه السلام. يقول الجلالي في كتابه جهاد الإمام السجاد عليه السلام من مصادر قديمة، يقول: وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه وأخذ مع النساء. هاي العبارة القصيرة تحمل ثورة من المعاني. شنو معنى ارتث وش وقت حضر للقتال؟ ارتث باللغة معناها رفع من أرض المعركة وهو جريح بحيث لا يقتل ولا يترك. وهذا يثبت أنه الإمام السجاد عليه السلام ما خلصها نايم بالفراش لأن مريض، لا، هذا يثبت العكس، أنه الإمام السجاد دخل ميدان المعركة وطلعوه من المعركة لأنه جريح. والعبارة الثانية وقد حضر بعض القتال، هذا يعني أنه هو شارك فعليا بالمعركة قبل أن يمرض أو يصاب، وهذا همين يثبت شارك بالمعركة فعليا. ودفع الله عنه وأخذ مع النساء، يعني الله حفظه وما انقتل، يعني تم نقله بسبب وضع الجسدي مو انسحاب أو تخاذل. فالخلاصة أنه الإمام السجاد عليه السلام شارك بالمعركة، وشهادته العظيمة بالدعاء والصبر والكلمة بعد السيف بحيث نقل وأكمل طريق عاشوراء. بالنهاية أتمنى استفاديتوا معلومة جديدة وإحنا نعيش هذه الأيام، أيام عاشوراء. أشوفكم فيديوهات أخرى ومع السلامة.